سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. وقت اللي نلقاكم هاد لا فيديو تاعي اليوم من مطبخ ام غزلان، جيتكم فيديو جديد وصفه جديده انا وهي وصفه المادلين. هاد المادلين اللي يجي روعه روعه روعه. هاد المادلين يجي خفيف ريشه من الداخل كما راكم تشوفوا في الصوره، يجي مهوي، يجي ما شاء الله والبنه والله ما عندي ما نقول لكم. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتعرفوا واش راني نقول. قبل ما نبدو نصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق عليه افضل صلاه وسلام. حبيباتي، جبتكم بوصفه المادلين بجميع اسرار نجاحه باش يجيك هكا بومبي ويجيك خفيف من الداخل ويجي ذوب في الفم وبنته ما شاء الله. بغيت نشكر كامل حواتاتي وحباباتي اللي دخلوا اللي انضموا للقناه. نقول لكم مرحبا بكم، القناه منوره بكم وبمشتركاتي القدم. نبداو على بركه الله بالوصفه اللي هي سهله كما يقولوا سهله مهله. هذه هي. عندي هنايا 2 حبات بيض بدرجه حراره المطبخ، راح نديرهم فيه هنايا في طاس ولا اون بول ولا اللي عندك، مهم حاجه تكون هكا غاتره باش تساعدنا في التضراب. هنا عندي كاس قل صبع تاع سكر حبيبات. نجيب الباتور ولا بغا ميكسور اللي عندك ولا البلاندر الثاني هي في بالغرض. هنايا نخلي نضرب الخليط حتى شوفوا اللون تاعه بياض وضاعف الحجم تاعه بياض. عندي هنايا نص كاس تاع الزيت راني نضيف فيه كما راكم تشوفوا بالتدريج كشغل رانا نديرو في المايونيز غير بالعقل. انا هنايا تالمو راني مسرعه الفيديو كشغل بانت لكم بالخف فرغته، ما انا درته غير بالعقل حتى كمل لي هذاك النص كاس تاع الزيت. قلت لكم نضيفوه غير بالعقل باش نتحصلوا على نتيجه رائعه. نضرب مليح، نضربوا المليح الخليط، وهذا سر من اسرار نجاح المادلين عندك. هنا راح نضيف ملعقه صغيره عامره تاع لافاني هكذا، ونولي نضرب. عندي هنا كاس حليب دافي، ماشي دافي فوق النار مي دافي مهم ماشي بارد، ماشي خارج من الثلاجه، خرجته من قبل خليته حتى اخذ درجه حراره المطبخ عاد ضفته. هذه هنيا بعد ما كملت التضراب تاعي. عندي هنا 2 باكي تاع خميره الحلوى، 2 اكياس تاع خميره الحلوى او بيكنج باودر. ضفت هنا كاس الاول تاع الفرينه كما راكم تشوفوا، كاس مملوء تاع فرينه. راح نضيف عليه هاد 2 ساشي تاع خميره الحلوى. انا هنا راح نخلط هاد الكاس تاع الفرينه مع العجين، خلطه هكا خفيفه ماشي بزاف قيس ما تدخل الفرينه في الخليط. وراح نزيد نضيف الفرينه المتبقيه هكذا سي بون. هذه هي. راح نضيف تاني قلت لكم كاس الثاني. وشيرات خواتاتي الثاني ضفت هنايا كي خلطت ولقيت الخليط تاعي مازال خاصه، زدت ضفت ملعقه كبيره عامره تاع فرينه. وللاسف ما تصورت ليش هذه اللقطه راحت لي. هنا ما تنساوش تضيفوا ملعقه كبيره مملوءه تاع فرينه، يعني 2 كؤوس خدات لي 2 كؤوس وملعقه كبيره تاع فرينه. ما تنساوش خواتاتي ديجا المقطع راح لي، سمحوا لي مي نتوما ما تنساوش تضيفوه. هذه هي. هنا بعد ما خلطت الخليط تاعي راح نخليه نغطيه ونخليه. وهنايا عاد هذا الوقت روحت شعلت الفرن تاعي. يعني هذا سر من اسرار نجاح تاني المادلين. تخليه بعد ما تخلطيه خليه يريح عاد نبدو نطلبوا فيه. هنايا قلت لكم عاد هذه الدقيقه درت الفرن تاعي يسخن على 180 درجه. وليت رجعت بعد ما فاتت 10 دقائق رجعت فرغته هنايا في ليمول هكذا. شوفوا القوام تاع الخليط كيفاش رجع بعد ما ريح لي هنايا 10 دقائق. نتوما اذا عندكم الوقت خلوه يريح
واذا كنتي مزروبه خلي 10 دقائق تكفي. هذه هي. هنا انا راح نعمر كامل الليمون تاوعي، وتاني نزيد نخليهم واحد 10 دقائق يريحوا باش تعطينا نتيجه روعه. قلت لكم هاد لي زاستيس هما اللي خلوا لك المادلين تاعك يجي بومبي، يعني يجي هكا على شكل قبه. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني خواتاتي. قلت لكم راح نعمرهم هكذا ونخليهم تاني يزيدوا 10 دقائق يربوزوا، عادوا ندخلهم في الفرن. بعد ما ندخلهم للفرن عفوا راح نقص له ونخليه يطيب غير من التحت. هذا اذا كان عندك الفرن يشعل من التحت ومن الفوق شعلي عليهم في رحبه ونقصي لهم. مي اذا كان عندك الفرن يشعل غير من التحت ولا غير من الفوق شعلي عليه غير من التحت حتى تشوفيه حمار خدا اللون، عاد ولي شعلي عليه من الفوق باش تاخذ من الفوق تحميره. انا هنا درت السكر من الفوق، اذا عندك كاوكاو ديري كاوكاو، اذا عندك اي حاجه حبيتيها نديريها. انا حبيتها على اصله، يعني بكري كنا نديروها غير بالسكر ويجي روعه. هذه هي. قلت لكم هنايا بعد ما طاب عندي المادلين، هذا هو الشكل تاعه. شوفوا كيفاش يجي مقبب، يجي خفيف من الداخل ومهوي، يجي ما شاء الله. والبنه الشيرات ما نحكي لكمش، يجي روعه روعه روعه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم. اذا عجبتكم ما تنساوش خواتاتي وحباباتي تبارطاجوا الوصفه مع الاهل والاصدقاء والاحبه باش تعم الفائده خواتاتي. نزيد نعطيكم ملاحظه خواتاتي، اذا كنتوا تحبسوا تنسموه ربوا له زيت تاع القارص او زيت تاع البرتقال، هنايا راح يعطيه بنه ولا اروع. واذا ما كانش حضرتك اكتفي برك باللافاني، تاني لافاني راح تعطيها ذوق رائع، تعطيها بنه ما شاء الله. الى فيديو واحد اخر حبيباتي، نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. حبيباتي سلام.